السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى من قناة أكلة بيتي مع نوني. ازيكم يا حبايبي، أخباركم ايه؟ إن شاء الله أنا جاية أقدم معاكم وصفة حلوة أوي النهاردة، وهي البطاطس البوريه أو البطاطس باللحمة المفرومة. وصفة حلوة أوي ويا رب تجربوها وتعجبكم كده. ويلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت كيلو بطاطس وقطعتها بالشكل ده، وجبت بصلتين وسط كده وضربتهم في الكبة وما رميتش المية بتاعتهم، وجبت نص كيلو لحمة مفرومة، وجبت التوابل بتاعتي، ملح، فلفل، توم بودر على بصل بودر وكزبرة وسبع بهارات وكمون وبابريكا. وجبت طبعا جزرة وقطعتها فرمت، يعني مش فرمتها، بشرتها بالشكل ده كده. جبت طماطمتين وسط وقطعتهم زي ما شفتوا كده، وكمان فلفل اخضر على الفلفل الالوان. طبعا الخطوة دي اختيارية. بالنسبة للبصل أنا جبته طبعا، وجبت 4 معالق زيت تقريبا، ورحت جاية طبعا لما سخنوا نزلت بيهم، نزلت بالبصل بتاعي كده على الزيت. بعد كده بقى هقعد أقلب فيه لغاية ما يدبل معايا زي ما شفتوا كده، ما لونه اتغير حاجة بسيطة كده. وبعدين نزلت بالثوم بتاعي، دول حوالي 4 فصوص ثوم مقطعهم كده قطع صغيرة قوي. لو حابة تبشريه او تفرميه براحتك. بعد كده بقى هستنى شويه اقلب فيهم برضو لغايه ما شايفين اللون بتاعه بقى شكله عامل ازاي. بعد كده بقى هنزل بالجزر بتاعي، وزي ما قلت لكم كده خطوه الجزر والطماطم والفلفل اختياريه، ممكن تنزلي باللحمه المفرومه دايركت كده على طول، ولكن انا بحب اعمل الخطوه دي اللي هي احط الطماطم بالذات والفلفل، علشان بيديني طعم وريحه، وكمان بيزود الكمية بتاعت اللحمة المفرومة. شايفين انا نزلت دلوقتي بالجزر، وبعد كده نزلت بقى بالطماطم والفلفل ما عندكيش فلفل اخضر الوان تنزلي بالفلفل الاخضر عادي خالص. وزي ما قلت لكم من تاني مرة الخطوة دي اختيارية، لكن هي طبعا الريحة طالعة عليها جميلة جدا، بتديني طعم كمان حلو قوي في الاكل. لما بنزل بالحاجات ديت، بالخلطة دي او المقادير اللي انا بقول لكم عليها، بيديني طعم حلو قوي مع اللحمة المفرومة. بعد كده بقى هقلبهم في بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هنزل طبعا زي ما قلت لكم في اول فيديو ما ترموش مية البصل. طبعا انتم مستغربين ليه ما نرماش، هقول لكم ليه بقى دلوقتي. طبعا انا قلبته كويس جدا مع بعض اهوت. هجيب بقى ميه البصل اللي احنا ما رميناهاش، وهاخد طبعا جزء بسيط منها مش كتير، يا دوبك بس ما يعني حوالي نص كوبايه تستوي بس فيها اللحمه المفرومه بتاعتي. والتوابل اللي احنا قلنا عليها اهيت. حلو الكلام. لسه بقى ما اشتركش في القناه لحد دلوقتي ينزل يشترك في القناه فضلا وليس امرا. عايزه لايكات كتير، وعايزاكم تدعموني بارقكم الجميله، وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير للقناه عشان يوصل لكل حبايبنا. دلوقتي بقى انا قلبتها كويس جدا، وبعدين لونها اتغير اهيت. خلاص بقى انا هغطي عليها كده لغايه ما بس ايه تستوي، واروح بقى اعمل بقيه الوصفه بتاعتي. دلوقتي انا جبت زيت كده ودهنت بيه القارب بتاعي عشان ما تلزقش تحت. وبعد كده جبت بقى البطاطس بتاعتي، قطعتها سلايسز بالشكل ده كده. عايزه تقطعها مكعبات، بس هو يفضل بالشكل ده، بيبقى شكله احلى، خصوصا ما تكون صينيه. بعد كده بقى حطيت البطاطس ده الجزء الاولاني، وبعد كده اللحمه المفرومه، وبعد كده شويه جبنه موتزاريلا كده. وبعدين عملت حوالي طماطمتين في الخلاط، كمعجون بدل معجون الصلصه. لو عايزه تحطي معجون صلصه ما فيش مشكله. طبعا البطاطس مع الطماطم بتديني طعم جميل جدا. عايزه تستغني عن الخطوه دي ما فيش مشكله. بعد كده نزلت بقى باخر حاجه اللي هي البطاطس، اللي هي اخر طبقه يعني. وبعد كده بقى هرشها طبعا بالجبنه الموتزاريلا بتاعتنا، بتديها طعم جميل قوي، وفي نفس الوقت هتديني وش جميل محمرها فيه. ولو عندك ميكس جبن عفوا، لو عندك ميكس جبن رومي على جبنه شيدر على جبنه موتزاريلا مفيش مشكله، ممكن تنزلي بيها برضو. حطها في الفرن بقى بعدها، طبعا هغطيها زي ما انتم شفتوا كده، وهحطها طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، وبحطها على الشبكه اللي فوق الفرن على طول، وبعد كده اللي فوق الصاج على طول. وبعد كده بتقعد من نص ساعه لساعه الا ربع، بتطلع جميله بالشكل ده. بديها وش بس كده سريع وخلاص، وطلعناها بقى. ما اقولكمش بقى على ريحه وانا مطلعاها من الفوق وهي في الفرن اساسا كانت ماليه العماره.
حبوها جدا عندي هنا، اسرتي هنا حبتها جدا. وبعد كده بقى ممكن تعمليها مع عيش، ممكن تعمليها مع رز او مكرونه، ديت حسب الرغبه، حسب رغبتك انت. هنقطع قطع كده ونطلعها مع بعض ونشوفها. يا سلام على الجمال، يا سلام على الحلاوه، هي لسه سخنه كده بصوا، يعني لسه طالعه بقى من الفرن، الدخنه طالعه منها اهي. بصوا اللحمه المفرومه كل حاجه واخده حقها، البطاطس واخده حقها، اللحمه المفرومه، جبنه الموتزاريلا ما لزقتش معايا حاجه كده، فاخر من الاخر على اللي بيقولوا. يا رب تكون عجبتكم الوصفة الجميلة اللي أنا قدمتها معاكم النهاردة، وتجربوها وتقولي ايه رأيكم في الكومنتات يا حبايبي، لأن آراءكم بتهمني جدا. وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا شير للقناة عشان يوصل لكل حبايبنا. وأترككم في رعاية الله وحفظه، نتقابل في فيديو آخر على بركة الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.